الخامسة مساء. كويت أفترنون. مساكم الله بالخير متابعينا، مساء الحب والسعادة لكم كلكم مستمعين الأو اف ام ومستمعين كويت افترنون في حلقة جديدة تجمعنا وياكم كل ثلاثة، معودينكم حلقة تراثية كويتية أصيلة وجميلة. وهذه تحيات الإعداد نورة الغانم ومنيا الحجي. وهذه تحيات التقديم عبد المحسن البرقاوي ومنيا الحجي. من الهندسة الإذاعية بدر المطيري، ومن التنسيق والمتابعة أفراح القريني، والتنفيذ على الهواء عبد العزيز حجي. يلا مخرج تقول لا؟ أنا بقدم أغنية صراحة. وزير تقول لا؟ لا ما في مجال يعني. الأغنية اللي بنزل فيها أول واحدة الصراحة إهداء مني حق ضيفنا الحبيب. طبعا خلينا نعرف ضيفنا أول شيء عشان يعرفون. أي بعد هم يعرفونه من ضحكته بعد شوي يعرفونه. عموما ضيفنا هو دائما كل ثلاثة معانا، الجميل في حضوره وروحه وتعامله معانا، الباحث دائما في التراث وأيضا في مواضيع النحل، هو أخونا الغالي أحمد الطمي. على راسي أبو محمد. هذه تحيات المخرج خالد المقلد وإهداء منه لأحمد الطابور.
أنتم تستمعون لكويت أفترنون. حياكم الله. طبعا الاهداء لما قال المقلد ابو محمد ان هذا الاغنيه اهداء لك، وكان لسان حاله يقول يا ابو محمد صوت بالصوت الرفيع يا مرة لا تذوب بين الدماء. ضيفنا احمد الطرموم ابو محمد، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير والسلام. شلونك طال عمرك؟ الله يحفظك ويجزاكم خير. انا بالعكس لان كنت احب الاغنيه هذه وايد، وانا ابو محمد لان لما انا قاعد في مكتبه هو يحب يتسمع على هذا التراث. زين. حرفنا اليوم يمكن انا اعلنت عنه قبل شوي بالانستغرام، حرف استكمال لحرف الحاء. كنا حاطين حرف الحاء احنا عدل. صحيح. اي نعم. استكمل طال عمرك. ابو محمد. انا ماني عارف قصه البرد، ماني عارف قصه البرد معاك لما تيجينا بالاستديو ويصير عندك هالكحه وهالبرد. ايش تسوي يا اخوي؟ مع ان مؤخرين حاطين مكانك بعيدا. المفروض انه يصير استديو بارد. مع انه والله هذا الاستديو هنا ادفى من التلفزيون. ان شاء الله اذا استضفناك بالتلفزيون تشوف البرد على اصوله عاد. والله تعالنا نبدش داشه شتويه. نستانس بالبرد. وسداري بعد. تفضل. ان شاء الله ما نتحرمص ولا نحرمص الناس. زين. ولا انت حقرص مثل ما يقولون. عندنا كلمه تحرمص. هذه بحرف التاء. لا بس الاصل منها حرمصه. حرمص. اي حرمصته من حرمص فلان. ايه؟ حرمص. نعم. وحرمص فلان حرة حاله هي مثل ما يقولون يعني من عدم الاستقرار. تحوش واحد كذي وهو قاعد يتحقرص مكانه لا طالع قدام ابو محمد عشان ما يكبس. ايه باذن الله. فهي ويقولون عندنا بالكويت يقولون تحقرص تمقرص. ضبط بعض. يقولون هالبنات بشكل عام ضبط باب الليله بلغة در. وهي عربيه الانسان اللي يغارب بين خطواته وكانه يرقص. تحقرص. هي عفوا ابو محمد هي تحقرص وتحرمص نفس المعنى. تحرمص انه اشتد فيه الغير او مثل ما يقولون يعني في غل بس مو عارف يطلعه. وهذا حرمص. وحقرص اللي هو تقارب الخطى بالانسان، فبالتالي كانه يرقص فيقولون حقرص. وثنتهم يستخدمونها حق الواحد اللي يكون بقلبه امر. عندنا اللي هو لما يقولون فلان حمس كبده. صح هذا وايد من الناس كذي يحمسون كبدك حماس. وطبعا هذا من انه زي ليش تقول لي يحمسون كبدك وتاشر على محسن؟ ليش؟ لا حاشا الله. بل انا شفتك. انت شفتني؟ ايه. انا ايدي تعورني. ايدي باربع ايدي. سلامتك. فيقولون مثلا حمس الشيء اي حرره او احتر. يعني حتى الحميسه نقول حمسه. وين في اكل يطب. ومنها الحمايس. حمسه كذي بطاط ولحم مفروم كذي مع وشغلات فلفل حار وشويه بهار وشويه سوالف. هذه تطلع ريحتها كذي والدقه. اي ودقوس بعد معجون طماط. عجيب. حولها حلقه طبخ. نعم. وهذه طبعا عربيه فصيحه كذلك. ذكرت في لسان العرب الحميسه. والحميسه اي شيء يغلى من الدهن او من اللحم من الشيء في الدهن تسمى حميسه. عندنا الحاسوم طبعا ابو احمد صايد لين قاعد يلبس استاذ بالاسياف. اسمك تعرف ان الحاسوم هو سمك من اسماك الاسياف وسمي بالحاسوم. اختلفوا في اهل اللغه طبعا
أولهم هو الأستاذ حاسون، أو عفوا أستاذ حاسون، اللي هو في كتاب من تراث شعب البحرين للناصري، الأستاذ الناصري، قال إن حاسون مشتق من حسام بمعنى سيف. هو أي شكله شكل السيف بالضبط، ولهذا سمي بالحاسون، وهي لغة عربية فصيحة من الحسام، وهي أسماك طبعا رخيصة القيمة، أي ما ناكلها أنا. ما يأكلونها إلا الغلة القليلة جدا. نقول حس. حس فيني يعني، لا حس يعني صوت. ونقول حس أو حس فيني يعني. بالضبط، حس فيني، اشعر فيني. وحسس الصوت، نقول نسمع حس برا بعيد يعني. ونقول الحسس بالحاء المفتوحة. كل هذه من المشاعر، لكن ممكن يكون حس لمس. الحس اللي هو مثل ما قلت المشاعر، قد تكون اللمس وقد تكون الصوت. مثل قالوا فلان ما له حس، مثل أمس نختفي يعني. لو كان عندك أنت أمس حس وطني وكتبت لي قصيدة وطنية، صح؟ إيه وايد حلوة، عجبتني أنا. عساك على القوة، تستاهل يا أبو محمد. الله يكرمك. وهي عربية فصيحة. وطبعا وردت بأكثر من قاموس من قواميس اللغة. من قواميس اللغة. نعم. نقول حنفيش. حنفيش يعني بلية، متي يعني لا، حنفيش يعني القوي، الشجاع، مثل البلفهد، مثل بلفهد، مثل عبد العزيز. منية لا، منية ما يفترض أن تكون حنفيش، لأن منية أنثى، ويفترض أن تكون النعومة هي القياسات مالتها. بس هي حنفيشة. والحنفيش طبعا هو نوع من أنواع أكرم عليها، لأن برضو ما يمكن تكون. احنا نقول قوية يعني، احنا قاعد نقول لك يعني يكرم عليها وما يكرم علينا يعني. قوية. لا انتم رجال انتم خشونة هي نفس انا وانت وبالفهد. هي اوكي عرفت، انما هي انثى. زين، وهي الحية العظيمة في اللغة العربية. يعني حمونية كوبرا. هو قال ان هذه الصفة ما تطلق على البنات. حية يعني استكمال هذه تفسير. وفهد وين كنت راقب رصيف يعني؟ لا، هو قاعد يقرا بالانستغرام ماله. لأن في قاعد يرد على الناس اللي يسألون عن حرف الحاء. بس كنا مجاوبين عفوا احنا في الحلقات السابقة اللي هو ما يخالف. الآن طبعا ذكر في وأصل الكلمة حنفش. زين، هل أصلها عرب يعني يرجع لعربي؟ ترى في بعض الكلمات أحيانا تمر ما قلنا الأصل. لا، أصلها عربي. أصلها حنفش. أصلها حنفش، ذكرت في تاج العروس. زين، وهي من الحنفش. حلو. زين، طبعا حرمة ذكرناها. واللي هي الحرمات جاية من أصل تركي أعتقد قلتها. والقصاج السومري الأكادي. السومري الأكادي. نقول حشا والحشا عن 1000 يمين. نقول حشا عن 1000 يمين. حلف هذا يعني، أو قسم. مثل القسم أو اليمين نقول. ونقول بذ حشاي أو بذ خفاي. يعني ذبحني. وكذلك الحشا. ونقول فلان حشاشة يوفي. ونقول حشا مارو، أو يعني محشي، مثل ما أقول حش المسند أو الأشياء، يعني حشاشة يوفي، وهي كلها من الحشا، وهي كلمة عربية. ونقول كذلك حشت الشيء، حوشة أو حشتة. خلنا عند حشاشة يوفي، وأنت يا أبو محمد حشاشة يوفي نسمعك غنية. الله يخليكم ذخر. سلام
تفضل ودع عنك الكلام، هيا تفضل ودع عنك الكلام، بنعيش يا خل نعيش راضية راضية، بنعيش يا خل نعيش يا سيدي، بنعيش يا خل نعيش عودة لكم مستمعينا متابعين كويت افترنون. طبعا بعد هالصوت هذا ايش رايك؟ ابو محمد ايش راي انا؟ نشوف ايش راي ابو محمد. طبعا هذا تراث كويتي. اول شيء نشكر المستمع حنان صديقة البرنامج على الله طول. يكثر خيرها اذا كانت هي طلبت هذا. اي ومشكور ابو احمد على اختياراته الجميله، ومشكور بس انت ابو عبد امانه شهيد. امانه انت بالصوت عشت الصوت. انا عشته والله بحذافيره. انا عشته بس انت زفنته. انا ازفن يده إيه. الصوت هذا. وبالتالي انا ومحسن إيه؟ وانت. لا والله انا أنت ما زفنت. انا أنتوا بس اللي زفنتوا. لموها بس يعني. إيه. زين، نصف نرجع للجمهور. نرجع لموضوعنا بعد اذنك ابو محمد والاحرف. ما قلنا حياك وكمل. ما قلنا اول نشكر المستمع، ما شكرت انت. اشكر الاستاذه حنان اي وعلى اختيارها وكثر الله خيرها، بس فقدناها ماكو اسئله. يمكن ما كنت. يوصل بعد شوي، يوصل. اكيد يوصل بعد شوي سؤال. يلا تفضل ابو محمد. وهي يعني من روح البرنامج ومن الفريق الاساسي يعد لاثراء هذا البرنامج. تاكيد. طبعا قلنا حشت وحشنا، وهي كلمه
كذلك عربية فصيحة. نقول في عندنا كلمة عجيبة بس ما أدري أبو أحمد تعرفها ولا لا. قول لي. نقول حنشل. والله إذا كنت اذا ما عرفته ما انت من عيال الفيح. خلنا أقول لك اي هو سألني كلمة يعني حنشل، يعني أنت شايفني أنا مودي أبو الهول الروضة، سؤال بس. لا بس أنا أعرف حنشل إنك ما أنت, عمر- أنت ما لحقت على حفر الشط. ما سمعت أنا حنشل. حنشل أنت تقول حنشل شنو؟ من يتعرفها؟ انا ما اقدر شنو حنشل؟ والله من؟ نعرفها شنو؟ بفتح الحاء وتسكين النون يعني- وفتح يا سلام. واضح انه قاعد تقرا. تقول اعرفها، واضح انه قاعد تقرا لا لا يعني. الحنشل هو الحرامي. ويقولون ويقول حنشل. بالضبط. امم تقال حنشل وتقال حنشل. خابر شندل. حنشل شنو؟ من يبي حنشل؟ وهي كلمة عربية فصيحة أساسها حنجل. أي احنا العرب كانوا مهارة شنو؟ حنشل ومنشل. طيب. وذكرت في أكثر من قاموس من قواميس اللغة، ومن بينهم قاموس لسان العرب لابن منظور. حلو. بس استاذ محمد قبل شويه كنت تتكلم عن الحش والحشت وهذا، ما قلت عن الحشه، وهي كلمه كلها احنا لا مو حشاشه يوف. لما نقول الحشه والله الحشه عن 1000 يمين، قلنا هذا صدق قلنا ما قسم- انتبهت قسم. انها هي. قسم. ان كانه قسم، وان الحشه عن 1000 يمين ولا اهل الكويت حشه والله. إيه ماني رايح حشة. تفضل. سمعت يمكن ما انتبهت. أنت ما انتبهتي لأنك أنت شو اسمه شنو؟ راجعين هذا. الآن نقول حكوكة، الله وهذه غرام أبو أحمد. قط وطقيته بمصر. الحكوكة فيها ألذ ما يكون من خواص الطبخ. يكون راكد فيها البهار الدهن، راكد فيها البطاط اذا كان حاطين تحت كل شيء. البطاط وتصير خنينة. خنينه ولازق ويابسه شويه وتصير تقروش. شوية مقرمشة. والله وتصب عليها شويه دقوس طماط إيه. او مرقه باميه. ولا تاكلها كذي كأنها يا. كأنها بطاط شيبس. اي بطاط شيبس إيه، إذا بسكوت. أكلتها كذي كأنها بسكوت. بسكوت ولا شيبس ولما تكون شقره اي بالضبط. على حسب عاد اذا انت عاد طابخ مربيين يا. غير، طابخ مشخول غير، بل 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 بل. مطبق غير، كل واحدة لها حكوكة وطعم. بس على فكره يعني بس عشان انتوا وايد تغزلتوا فيها، بس نعطي فكره للساده المستمعين ان اطباء التغذيه يمنعون العموم انهم ياكلون الحكوكه، لان تعتبر ادسم شيء مطاقق في عليها الجدر. اقول لهم ادسم شيء. ابو محمد معلومة مطاقق عليها. الصينيين اغلب اكلهم حكوك، ويسوونه من العيش الابيض. ولما كانوا في المشاريع عندنا في الكويت كانوا تشوفين الصيني يمشي وبيده كيس عيش ابيض حكوك قرص، وما اشوف فيهم متن ولا اشوف فيهم سنة يتحركون ولا اشوف فيهم مرض. لا، لان هو ما فيها، ممكن تسويها على دهن خفيف. انت تحدد، مو شرط انه والله هذه مثلا الا بدهن غزير لا ولا تكون كذا، دسمه. ولا ابو دسمة، محمد اكو وكان بعد نحرم منها. اكو بعد ناس تفنن فيها تخليها على دائره على دائرة الجدر الجدر تنزل كاملة. تنزل كامله. بالضبط، هذا الفن عاد. هذا فن، وبعدين يصير مطاقق عليها. إيه. هذا فن على قولة الله يرحمه وسكن الجنة خالد النفيسي. هذا فن ما هو كلام. كذي يقول الحكوكة كلمة عربية فصيحة. التفت ابو فهد، وهي الاساس فيها حكه. من حكيك. حكيك. حكيك ابن عمير. لا مو اسم فعل. حكيك الشيء فعل. فعل. وهو ما يسقط عن الحك. كل ما يسقط من الحك او عن الحك يسمى حكيك. وهذه كلمة الحكوكة. أصل كلمة حكوكة. ابو محمد اعتقد ام محمد تسوي حكوكه زينه. اي والله. لا، ونصير عليها مخامط. ما اوصيك يعني انت خي. اخش لك من الحكوك؟ لا، انت الناس يقول خش لنا من العيش. ما في عيش. من الحكوك بس. لك العيش وعطنا الحكوكه. ابشر بالخير. طيب قدها سيف مجرب. ما عليك زود. الان نقول عن الحراج.
وهي المكان اللي يباع فيه الأغراض بمزايدات. طيب نعم. سوق او مكان يوضع للمزايدة أو المبايعة. شنو أصلها؟ قول ابو محمد ايش فيك؟ تكلمني. لا هذه اشارات اشاره بيني وبين انت بشر. وهي اصلها فارسي. فارسي يعني بيع وشراء. بيع وشراء. خلينا نسمعك انا مقطع بيع وشراء. حسين وين شباب وين؟ شوفوا البيت يصفر بقح. ها حسين ها بقول لك كلمتين اسمعني زين. فؤاد هذا صاحبك يوز عنا احسن لك. ارجوك انا ما اسمح لك تجيب طاري هالريال مولية، هذا اطيب انسان عرفته انا اعرف ربعي زين. تدري شو يقول عنه رشدي؟ شو يقول؟ يقول عنه انه نصاب وتربية سجون. يقول لك اكل تبن كذاب هذا، ما ادري ايش لاقين فيه. رشدي انت رشدي هذا حاط انت شر حاسدني اذا حسد. بعدين انا كيف يعني ويا ربعي، انا ريال راعي مشاريع، انا ماني جاي مثلكم كذي نقاهه وهواء فاضي نشرب ماي النيل بشوش. احنا نشوف شغلنا. وبعدين انت ما تعرف الريال، لا تحط بذمتك هذا ريال محترم، هذا عندك خبر راح يفيدنا فائده كبيره يا سعد. شلون بيفيدنا؟ اقول لي شنو فائدته؟ يعني عمليه الهرم، عمليه الهرام هذه مع ابو الهول ايش فيهم؟ تدري ايش كثر راح يفيدنا هذا بالكويت؟ انا قررت اشيل الاهرامات كلهم بوديهم ثلاثتهم، واحط هذا العود بحطه في المهبوله، وهذا الصغير بحطه بالعرضيه، وهذا الصغير مشرف، وابو الهول بنخليه منسدح كذي بالصفات وكد. يعني حسين عزمت تشتري الاهرام؟ عزمت يا اخوي، عزمنا ريال قول وفعل، خلصنا وياه. حسين شيلهم الاهرام ما فكرت؟ يوم اقول لك ما تعرف الناس تقول لي لا هذا مو خوش انسان. ادري اول شيء فكرت فيها الشيء هذا، قال لي لا تدير بالي يا حسين موليه، ما احنا دازين من طريق الطيارات والنقل وذي يكلف وايد، بندزهم على طريق البحر، شفت شلون وفر علينا وايد. اي بس يا حسين لا تورط بمشروع مثل هذا، حسين لا تشترون كلهم، اشتر واحد نمونه كرده. انا قلت اذا مشى الشغل ناخذ الباقي. لا حالات الشيء بالجمله، شريته من مره واحده. أهلا يا أبو بذلة وبجيتك أهلا يا أبو شعر منسول وعيونك الشالة، يا أبو شعر منسول وعيونك الشالة. أهلا يا أبو بذلة أهلا أهلا يا أبو بذلة.
حياكم الله مشاهدينا مستمعينا، حياكم الله. طبعا نعود إلى ضيفنا السعاد أحمد الطرموم، والحروف حرف الحاء وصلنا إلى حراج، وقلنا على اساس بس نعطي معلومه ان المكان اللي يكون فيه مبايعه مزايده. تفضل. الحرف الكلمه حراج قلنا فارسيه. نعم. نقول حفيز. حفيز معرض يعني. اللي هو المعرض. نعم. الحفيز هذا في بحث طويل جدا. الحفيز ككلمه حفيز هي ممكن تؤخذ عربيه ونقول من حفز يحفز، ونقول حفيز باللغة العربية تعني أي شيء يعرض للناظرين يسمى حفيز. وما أخذت على العامة بشكل عام، قالوا إن أصلها إنجليزي من كلمة أوفيس. أوفيس واحنا ربعنا قالوها أوفيس. وبعدين حورت الألف أو الأو إلى حاء وهكذا. أوكي. بس باعتقادي أنا مع كل احترامي لمن علم بما فيهم أساتذة يعني الرواد نعم في هذا المجال، واللي من نكن له الاحترام والتقدير والإجلال، أولهم دائما أنا أقول الله يرحمه ويسكنه الجنة الأستاذ حمد سعيدان جارنا الله يرحمه بالمرقاب، من هالمرقاب لا المرقاب من الشامية وبعدين جو الفيحة. نعم هي الفيحة معروفين يعني. طبعا ذكر كذلك انها اوفيس، لكن انا باعتقادي بعد البحث ان حفيز اتت من التحفيز على الشراء، ولهذا سمي حفيز. غيرها طبعا بعدها نقول اللي هي الحنة أو الحنة. أكو حنة وأكو حنة. إيه أكو حنة. الحنة العادية والحنة يعني والحنة اللي واحد هي حنان، الصيحة، الكلام الزايد المزعج كذا يسمونه حنة. ونقول عادة الأطفال نقول لهم بسكم حنة. مثلا بعض الشياب يحنون زايد وبالتالي يدونك وبعض الناس وهكذا. فهي كلمة في الأساس يعني عربية فصيحة ذكرت في أكثر القواميس العربية. والصفة حنان، والصفة اللي هو من الحنة، وهو يقول لك تحني حنان. وعادة يقولون البعير يحن، عرفتي، أو حنة البعير. إيه؟ نقول الحنوة. يحن قلبي. الحنوة لا الحنوة اللي هي الخبزة الصغيرونة، باجي العجينة شو يبقى من العجينة يخبزونه الأول فتصير خبزة صغيرة، ومثل ما قلنا مساء يسولف أنا أبو أحمد يتهاوشون عليها. الأول الجهال يوقفون عند ميمتهم ولا عند جدتهم ولا أحد ينطرون هالحنوة الصغيرونة هذه يأكلونها، يعني يهدون الخبز كله وينطرون هذه الكيفة هذه لأن تكون تركز فيها الخمير وتركز فيها الطعم وصار طعمها باعتقادنا يعني يكون أحلى. وهذه كلمة عربية فصيحة، وهي تطلق بالحنو بكسر الحاء وتسكين النون. الحنوة وهو الشيء المنحني والغير مستقيم. الحين ما حد يسوي الحنوة أبو محمد. لا ماكو. ما في تنانير بالبيت. ما في تنانير. وبعدين اليوم النعمة زيادة والأمر فضل من الله ما يحتاج أمر. نقول فلان حيد. حيد؟ إيه؟ حيد كلنا نتبلعنا ماكو شيء ما نعرف. فلان والله فلان حيد يعني زين شاطر يعني صعب يضحك عليه. فطين. وكلمة حيد عادة هي تطلق على الذكي والفطين. شكرا لا تأشر عليه. إيه؟ وهذه الكلمة بالأساس هي كلمة كذلك ترجع إلى العربية،
وهي يعني كلمة عربية فصيحة ذكرت. نقول حد يعني حد آخر، يعني حدود هالشكل. نقول حدك اعتقد حد غير حد. حد يعني سن، اكو فيها حد سن، حد فلان، حد بالضبط كل هذه هي حد. نقول مثلا حد حمارة، اجلكم الرحمن منطقة في الكويت. اي حد حمارة، إيه. حد حمارة، حد فيلتشة، إيه. زين. وهذه نضربها كمسميات مصطلحات. او حد السكين، نقول حد سنها. السكين، نقول حد الطير، حد الطير، ونقول ايش حادك على كذي. نقول ايش حادك تسوي كذي. يعني حد قصدك ابو محمد، حد يعني احكر، حد وجه او احكر، يعني في فرق. احكر من وجه، تحده توجهه، لكن لما تحكره موضوع ثاني. حدني على شغله كذا، يعني بالضبط او بالضبط دفعني لها، وجهني لها. حكر اللي هو انه احاط الشيء وسكر يعني صب حقنا لبن. اي والله جزاك الله خير. فبالتالي هي اساسا كمشتقات هذه المفردة هي عربية فصيحة، وموجود عندنا في معجم. مو معجمي، انا ما عندي معجم. لا اقول في العربي او شيء، معاجم اللغه العربيه. اسف يعني انت ما ابغى. انت قلت معجمك، انا لا انا مؤلف معجم. لا انا ما قلت معجمك، اسف، وان شاء الله تالف معجم يعني. اي ايش فيك عصبت؟ انا اي لا شيء. وصلنا سيارته. نقول طبعا قلنا ان وكذلك هذه كلمه يقولون شحادك المسمار. شحادك المسمار، اي والله شحاد. ها صح، عدل. شحادك المسمار، المطرقه. لو ما المطرقه وش حادني انا المسمار. شحادني والله، شحادني المسمار. نقول حوبه. عسى الله ان شاء الله يعديكم الحوبه، يعدي لنا الحوبه ويعديك الحوبه ومستمعينا اللي يسمعونا، كل مستمعينا، ويعدي لنا حوبتك بعد. يقولون الحوبه تبطي بس ما تخطي. تبطي ولا تخطي. سمعت كلام عدل من ايش فيك انت؟ والله العظيم مسمار بلوح المفردة هذه. الحوبة تبطي بس ما تخطي. إيه؟ نعم. وايضا في مقوله يقولونها كتعبير يقول يا العيوز حوبتي ما تعداك، ما تعداك. تحلطم الدورين. ايه حوبه مع حوبه. ايه حوبه العيوز، صاير عيوز حنانه انت. فيقولون اجلكم الله، اسال الله يبعد عنا وعنكم. انت تتكلم عن حرف الحاء ونسيت ان صديقتي البرنامج بحرف الحاء. لا هي اسمها حنان. اي اقول لك انا فاسمها كله يعني مخملي الملمس. مخملي شنو هذا؟ اول مره اسمع مخملي. عصير رمان. عاشي خلنا عند مخملي، خلينا نسمعك هذا. هذا مخمل. هالمخملي. يا سدرة العشاق يا حلوة الأوراق ملزوم عليها اشتاق. يا سدرة العشاق يا سدرة العشاق يا حلوة الأوراق ملزوم عليها اشتاق. يا سدرة العشاق يا سدرة العشاق يا سدرة العشاق.
لحظة وشوية أدري حبيب الروح ناوي على الجية قاعد وانا اتريا كل لحظة وشوية أدري حبيب الروح ناوي على الجية صدقيني يا ستيرة مالي حبيب غيره ومالي حبيب وصدقيني يا ستيرة مالي حبيب غيره ومالي حبيب والغلطة الصغيرة ما تسوي بالنفرات 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 يا سدرة العشاق يا سدرة العشاق روحتي روحي نادي حبيب روحي يا روحتي روحي نادي حبيب روحي يا روحتي روحي روحي نادي حبيب روحي روحي يا روحتي روحي روحي حبيب روحي روحي ما يرضى محبوبي أقعد أنام يا روحتي حياكم الله مجددا. أحبتنا نعود في ما تبقى لنا من وقت. سمعت الكلام يا أبو فهد؟ يا روحتي روحي غنها نادي حبيب روحي. لا سمعته؟ ايه هذا الكلام الحلو احنا فقدناه صح؟ نرجع صح ولا لا؟ نعم كلامك صح. باقي لنا ما بقى لنا من الوقت ناخذ كلمتين على الاقل. ابو محمد تفضل. نقول حاسر حاسر اقرا يعني. نقول فلان حاسر قاطع القطره والعقاب ويمشي حاسر. وحاسر هي كلمة عربية فصيحة وذكرت كذلك في القرآن. نقول حسرت فينا اليوم يعني حسر فينا وحسرت فينا حسرت فينا حسرت فيه أي شددت التعذيبة أو زدت بتعذيب الشيء أو الشخص. وهذه برضو عربية فصيحة وذكرت كذلك في القرآن. نقول حافي. ما قلت حافي. حافي. نقول حافي. تطلق على اثنين ها؟ اي تطلق على الانسان الماشي بلا حذاء وتطلق على الانسان الماشي واللي ما يملك المال. كلاهم حفاي. نقول حافي اللي وهو من حفا وهي كلمة عربية فصيحة. ما قلت حاكم. لا قلناها الحلقة اللي طافت على الشاي. تفضل. زين. طبعا نقول
ما شاء الله والله فلان تبارك الرحمن عنده حشم وخدم. ما يعني مقولة مشهورة عند الحشم والخدم. صدق عاد الحين أنا أعتقد المستمع بيعرف الحشم شيء. فالحشم هم الناس اللي يكونون رفقاء. شوف الباب انفتح هوا طبعا. إيه. رفقاء الشخص، وبالتالي يسمونهم حشم. حشم. وهذه لتقديم الحشمة من حشمة للشخص، ونوع من التبجيل والتكبير له. فيقولون حشم، وهي عربية فصيحة بكل المعاني الثلاث، سواء من الحشمة أو من. أنا لأني شايف الكلمة الثانية أبو محمد بعد ذلك بعيدة عن حشم اللي هو الخدم والحشم، في بعد اللي هي حشمتك عشان فلان. حشمتك بالضبط. ايه. الحشمة حشمة لك أو حشمة لك، حشمة لها لك، حشمة كذي. نعم، ولك الحشيمة ولك والكرامة. الحشيمة والكرامة، أي التقدير والإكبار. حلو. وهذيل المجموعة هم أصلا أتت مسمياتهم من كلمة الحشمة. طبعا أصل فعل الحشمة هو حشم. والحشم انك تحشم نفسك، تقول والله انا حشم نفسي يعني كذلك. مو شرط احشمك، لا، يعني في ناس اجل لك الله انا احشم نفسي عنها. هذا المقول اللي يقول لحية تحشمها ولحية تحشم نفسك عنها. حلو. اي. وهذه كلها كلمات عربية فصيحة ومتداولة عندها الكويت ومعروفة بشكل جيد. يمكن لا يزال لليوم تطلق هذا المثل اللي انت ذكرته، اسال الله يذكرك الشهاده. امين اجمعين. ويذكرنا وياك والمستمعين والكل. اكو حندقوق ما قلتها. منو؟ حندقوق. في نبته ولا ما فيها اسمها حندقوق؟ حندقوق شو تبيع؟ ها؟ شو تبيع هذه؟ اكل نبته بعد شنو بعد؟ لا شو ما تدري؟ ما اعرف. كلنا انت ابو احمد شنو معناها؟ نبته بالبر. ذكرني، علمنا شلون اجيبها لك بالبر ان شاء الله. زيدنا ثقافه بارك الله. شلون شكلها؟ شنو سماكتها؟ كم عدد اوراقها؟ اوراقها يمكن 3 أو 4 كذي. متى تطلع؟ تطلع بس بالبر. بالبر تزهر بالبر ما تزهر. شو اسمها؟ حندقوق. حندقوق. وكم نسبة الرحيق فيها؟ نحلة انا شنو؟ بلا نحلة. لا بلا نحلة. خلت بعدين بنتاكد من المعلومه. دش بموضوعك معود. دش. نقول اليوم نذكر مهنة من مهن الكويت الجميلة، وأهل الكويت اللي بعضهم اللي امتهن هذه المهنة، وناس أجلاء من أهل الكويت وطيبين، ولا يمكن أن ننساهم اللي هم الحاكة. احنا نسميهم يسمون البشوت. الحاكة. وكانت من ضمن صناعتهم البشوت. يعني في دوار اسمه الحاكة هني قريب عندنا عند وزارة الإعلام. هو يكتب الحاكة لكن يلفظ الحاكة. وهي من كلمة حايك، كلمة عربية فصيحة. واشتهروا أغلب هذه المهنة من أهل الإحساء اللي جو الكويت، من أهل الحسا، وناس كرام طبعا. وكانوا يصنعون 3 أنواع من البشوت، اللي هو البشت الثقيل، أو 4 أنواع بعد. البشت الثقيل ثقيل جدا، وبشت الثقيل الشتوي العادي، والبشت الربيعي، والبشت الصيفي اللي احنا نسميه يعني اصطلح عليه نجفي. وكذلك كانوا يصنعون لعبي النسائية يحركونها، بعض أنواع اللعبي النسائية. وكانت أدواتهم أدوات بسيطة جدا. طبعا أنا ما أعرف أشكال الأدوات ولا أنواعها، لكن أعرف مسمياتها اللي هم النيرة والمشط والسنسمة، أعتقد وميبر والنول. النول. إيه. طبعا هذه بالنسبة لحرف اليوم. ما قلت حيصي. الحيصي هو نوع من الخيوط اللي يستخدم وقوي جدا، وكان يستخدم. بس ودي أذكر موضوع ذكر. تفضل محمد، تامر أمر، برنامج لك. عسى الله يحفظكم ويسامحوني إخواني المستمعين. لا مسموح. وهذا نوع من المعلومة مسموح. والاجتهادات اللي يقوم فيها النادي العلمي الكويتي. هذا نقول لك غنية غريد مسموح يلي. تفضل. على موضوع يعني المساعدة في عملية أو نشر الوعي الثقافي في الزراعة. وإحنا النادي العلمي أو قسم الزراعة في النادي العلمي على استعداد بإذن الله لزراعة في شهر 9
100,000 شجرة مورينجا، وتبرعوا فيها كثير من الناس، من بينهم الأستاذ غانم الغانم عسى الله يجزاه خير، تبرع ب1000 شتلة للنادي العلمي لتوزيعها على الناس. شكرا ولكم الشكر. جميل جدا. أيها الأحبة، نكون وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات أسرة فريق العمل من الإعداد نور الغانم ومنى الحجي. شو اسمك؟ منى الحجي. زين والله تذكرت. ومن التقديم شو اسمك؟ عبد المحسن البرقاوي ومنى الحجي. ومن التنسيق والمتابعة أفراح القريني. ومن الهندسة الإذاعية بدر المطيري. من التنفيذ على الهواء عبد العزيز حجي. شو اسم مخرجنا؟ طيفنا يقول شو اسمه؟ أستاذ خالد المغربي. ونعم عيال فاحن. نعم والله أبو أحمد. سامحنا أبو محمد على قصور. حشاك ما منك قصور. سامحنا. بيقول أبو فهد شيء؟ بتقول شيء؟ ما نقدر. تفضل. ماني بيقول شيء؟ لا. ما أنت قايل شيء أبو محمد؟ أقول كثر الله خير. المستمعين بيسمعون الأغنية. أدري. من قال شيء؟ يقول أبو الفهد يقول مش من الأغنية. يلا السلام عليكم. في يوم زعلان حلاوتها يا حلو بسمتها زادت حلاوتها يا حلو بسمتها زادت حلاوتها يا حلو بسمتها زادت حلاوتها من شاف طلعتها ما تغمض جفانه ما تغمض جفانه من شاف طلعتها ما تغمض جفانه